قال إنما أنزل السكينة على من علم منه الوفاء. إذن مو كلهم، مو كل من آمن وخلص، حتى بعد ذلك لو نكث البيعة بعد ذلك أيضا يكون ممن أثابهم فتحا قريبا. الجواب كلا. قد يقول لي قائل سيدنا هاي الرواية مو معلوم سندها أين، بحثها أين. تعالوا أعزائي معنا إلى القرآن الكريم، أنا لا أذهب بعيد. انظر أن القرآن الكريم قيد آية البيعة أو لم يقيد آية البيعة. هذه الآية 18 من سورة الفتح. تعالوا معنا إلى الآية 10 من سورة الفتح. الآية 10 من سورة الفتح هذه مطلقة. قال كل من بايع ماذا؟ أنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. قال إن الذين يبايعونك، من؟ هؤلاء الذين بايعوك تحت الشجر. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذول كلهم وعدتهم فسيؤتيهم أجرا عظيما. لو مقيدة قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذن هؤلاء منهم من ينكثون ومنهم من ينكث، وإلا ماكو داعي أن يضع هذا القيد. إذا كان كلهم بايعوا لماذا هذا؟ قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذا جعلها مطلقة لكل أهل البيعة أو قيدها بالوفاء بالبيعة؟ مقيد. هذا الذي قاله ابن عباس. ابن عباس قال من وفى بالبيعة، يعني من دام عليها. عادة حتى الدساتير والقوانين تذكر المادة وتضع هناك تبصرة مالتها، المقيد مالتها، وهكذا في المطلق والمقيد، وهكذا في العام والخاص، وهكذا. فإذا ما يستدل على المادة بآية واحدة. أحسنتم. وهذا الذي مع الأسف الشديد نجده من بعض أنصاف أهل العلم في الفضائيات أو بعض هؤلاء المتداخلين. يقرأ الآية المباركة ماذا تقول في آية بيعة الرضوان؟ أعزائي القرآن لا يمكن تبعيضه، لا يمكن، وإلا لو بعضته جعلوا القرآن عظيم تبعضه. ينبغي أن تفهم القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. هذا كلام الله لا بد أن ننظر إليه كاملة، وإلا يوجد عندنا نقض. التفتوا أعزائي، لا أقل أشير إلى نقضين وندخل إلى أسئلة الأعزة. ماذا يقول الأعزة في قوله تعالى في سورة الحجرات الآية 6 من سورة الحجرات؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا. من هو هذا الفاسق؟ هذا الوليد بن عقبة، وهو صحابي. والقرآن عبر عنه ماذا؟ فاسق. إذا ليس بالضرورة إذا صار صحابيا أو صار من المهاجرين أو صار من الأنصار إذا بالضرورة من أهل الجنة. بل أكثر من ذلك، حتى قد يكون من المهاجرين الأولين. يعني بتعبير القرآن الكريم كما قرأنا أين في سورة التوبة الآية 100 من سورة التوبة، ماذا قرأنا؟ الآية 100 من سورة قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقولون إذن كل المسابقين والأولين يقولون هذه من ماذا؟ من همة بيانية وليست من تبعيضية. سؤال، تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير المتوفى 630 من الهجرة، الجزء الثالث دار الفكر، تحت الترجمة 2856. يقول ترجمة عبد الله بن جحش ابن فلان ابن فلان أبو فلان إلى أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم، وهاجر الهجرتين. من؟
عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة هو وأخواه أبو أحمد وعبيد الله بن جحش. إذن هو وأخواه هاجر ماذا؟ إلى الحبشة. إلى الحبشة، يعني من الهجرة، من المهاجرين الأوائل. وأختهم زينب بنت جحش اللي تزوجها رسول الله زوج النبي، وأم حبيبة وحمنة بنات جحش. فأما عبيد الله فإنه تنصر بالحبشة ومات بها نصرانيا. إذن صار شنو؟ مرتد. بمجرد أن صار من المهاجرين يعني يكون من أهل الجنة، تنطبق عليه هذه تنطبق الآية. عليه الآية المباركة والسابقون الأولون من المهاجرين، أو تقيدونها. فإذا قيدتموها في واحدة إذن قيدوها في 10. قيدوها في 100. وإذا كانت لا تقيد فالمرتد، فإذا لابد أن تقبلوا المرتد والفاسق أيضا في الجنة. ما أدري واضح أعزائي. ولذا أساسا طبعا أنا الآن ما أريد أدخل البحث اللغوي أستاذ علاء، البحث اللغوي أيضا عميق، وهو أن من التبعيضية، وهذا بحث علمي الآن ما أدخل إليه، أن من التبعيضية جملة واحدة، أن من التبعيضية تدخل على الضمير أو لا تدخل. الجواب أعلام النحاة يقولون من التبعيضية لا، عفوا، من البيانية لا تدخل ماذا؟ على الضمير. وإذا دخلت على الضمير فهي ماذا؟ تبعيضية. فهي تبعيض. وهذا جواب آخر. وهذا جواب آخر. أحسنتم. لهذا إذا صار وقت أشير إليه إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستقبل مكالماتكم، لكن قبل ذلك أذكر بأن البرنامج وبرنامج مطارحات في العقيدة وأيضا برنامج الأطروحة المهدوية يمكنكم التواصل معه من خلال صفحة الفيسبوك تحت هذين العنوانين: مطارحات في العقيدة وأيضا الأطروحة المهدوية. مع اتصال من السعودية، تفضل. عادل الأمرد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سيد وعلى الدكتور علاء. أهلا بك، الله يعطيك العافية، تفضل. سيد، سؤالي هل فيما يخص هو موقف ابن تيمية، هل الرسول كان أحسن حالا من علي بن أبي طالب؟ كيف يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لم تبين موقف فيما يتعلق بموقف ابن تيمية، هل كان الرسول أحسن حالا؟ لا، أتصور أن السائل يريد يسأل بأنه ابن تيمية في مواقفه من الرسول كان أحسن حالا من علي. الجواب أعزائي كونوا على ثقة، كان أشد على رسول الله من علي. وفي الوقت المناسب إن شاء الله تعالى سأطرح لكم بشكل واضح وصريح مواقف ابن تيمية التي فيها إساءات واضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو النهج الأموي. النهج الأموي عندما لم يستطع أن يقضي على هذا المشروع الإلهي وهو الإسلام، حاول ماذا؟ حاول أن يلوثه بمختلف الأساليب، وهذا الذي نظر له ابن تيمية. أن يضرب الركنين الأساسيين. بعد ذلك إن شاء الله هذا أعد المشاهد الكريم أن موقفه وقعا لم يكن أحسن حالا من رسول الله بالنسبة إلى رسول الله من علي. أشرف من كندا، تفضل. أشرف. أبو أحمد من السعودية. أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم جميعا. مساء النور. أنا أحيي فضيلة الشيخ على دفاعه عن فكر آل البيت وعن نهضتهم بالظلم والطغيان والقتل والقهر، ولكن أريد منه أن يعطينا نبذة لو تكرم عن رامي مخلوف وبشار الأسد. يعني أتصور أنتم يعني أقرب إليه عندما كنتم تحتضنونهم قبل لربما 10 أشهر. قبل 10 أشهر من ذلك يمكنك أن تعود إلى من خدم في الجيش العربي السوري، مثل يعني لا أذكر أسماء، عدنان العرعور، وتسأل منه ذلك السؤال.
شكرا لك. أشرف من كندا تفضل. السلام عليكم، تحية لك أخي العزيز. شكرا لك. وتحية لسماحة السيد كمال الحيدري. نحن نشكركم جزيل الشكر. طبعا أنا من كندا الآن ولكن الأصل من ليبيا. أن الشيخ قد شرح أشياء كانت مغيبة بالكامل. أنتم يعني أقول لكم فكرة شيخ الإسلام الأمويين ابن تيمية والباز والعثيميين وكل من تبعهم من وعاد السلاطين مضلل، وهو فكر سلب إرادة الشعوب وداعا للدكتاتورية والخلافات العائلية والخلافة العائلية وكل ما هذه المآسي التي سببت التأخر. هناك من يعلق على أن حروب سيدنا علي ووقفه ضد الفتنة هي من سببت المآسي. أنا أقول لولا تلك الحروب التي وقف فيها سيف الله المسلول وكبح جماح المال والسلطان والملك الزائف لما وصل الآن السيد كمال الحيدري وأوصل الإسلام الصحيح الذي نحن نريده. إسلام ابن تيمية هو إسلام الفرقة، إسلام التشتت، إسلام آل سعود الذين يحكمون الشعب بالحديد والنار باسم الدين الزائف. لولا وجود مثل هذا النهج وهو نهج أهل البيت لكان الإنسان العربي والإسلامي قد وسلبت إرادته ولو قاد مثل الشاه يعني مع أو مثل الشاة وراء هؤلاء. أنا أقول لك أخي إن هذا النهج وهذا الشرح الذي هو بالدليل القاطع الذي لا يملك مجالا للشك على خلاف التناقض بين الأسطر والخبث المبيت في كتب ابن تيمية ومن تبعه وغيرهم. أعتذر على المقاطعة يعني. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. شكرا لك وتحياتنا لجميع الأخوة في كندا وفي ليبيا اليوم التي تعاني من مشاكل على يد بعض التيارات السلفية لربما والقتال والسلب الأمن الذي يجري هناك على أيديهم. مع اتصال مسعود من الجزائر تفضل. الو تفضل أخ مسعود. الو أخ مسعود تفضل نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على البرنامج هذا الطيب. يعطيك العافية تفضل. ومداخلتي تتمثل في شكركم على هذا البرنامج القيم الذي تنيرون فيه الإسلام والمسلمين خاصة في المغرب العربي. وأريد أن أسأل الشيخ لماذا كان في ذلك الزمان هذاك الحقد الدفين ضد آل البيت وخاصة ضد علي وأبنائه؟ أريد أن أفهم لماذا وصل بالأمة الإسلامية هذا حتى الآن، حتى كما كان يتكلم السيد قبلي على الإعلام بني أمية، حتى وصل الزمان لهذا الزمان ونرى إعلامهم كيف يصنع في المسلمين ووصل بهم الحد حتى قطع البرامج الكوثر وغيرها من قنوات النور على المسلمين في المغرب العربي وكذلك في المشرق العربي. نعم شكرا لك. لماذا هل الحكم الدفين على علي وابناء علي؟ نحن في الجزائر وصدقوا الفكرة وضحت أخ مسعود. شكرا لك. علي وابناء علي وخاصة عندما تعرضون نعم عندما تعرضون سيرة الحسن والحسين وخاصة سيدنا الحسين رضي الله عنه. أخ مسعود من الجزائر شكرا لك. أسئلة وجيهة لربما تتبادر إلى أذهان كثير من المسلمين هذا اليوم. من الكويت مع اتصال الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام السيد الحيدري. مرحبا بكم. في صحيح البخاري من الصحابة الذين بايعوا الرسول في صحيح البخاري في باب غزوة الحديبية عن العلاء بن مسيب قال: لقيت البراء بن عازب فقلت له: طوبى لك، صاحبت النبي
وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ماذا أحدثنا بعده. هذا حديث موجود في صحيح البخاري بين لك الصحابي هذا البراء العزم ماذا أحدث بعد الرسول. وشكرا لكم. شكرا إن شاء الله تعالى سنقف عنده في أحاديث الحوض إن شاء الله غدا إن شاء الله في الأسبوع القادم. معي أبو نبيل من السعودية. تفضل أبو نبيل. أبو نبيل من السعودية تفضل. الأخ أبو نبيل. أمل من السعودية. الأخت أمل. الأخت أمل من السعودية تفضلي. تفضلي. ألو أخت أمل تفضلي. أبو عبد الله من السعودية تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من السعودية. يظهر أن التشويش ليس فقط يعني على البث وإنما على الاتصالات أيضا. خالد من السعودية تفضل. ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله. خليني أسأل الشيخ. تفضل لو سمحت ارفع صوتك قليلا. ألو مرحبا. أهلا بك مرحبتين تفضل. أسمع التلفزيون ولا أسمع صوتي؟ يعني للأسف يظهر هناك مشكلة. يعني أخ خالد لو كانت لديك مداخلة تفضل. لا عندي مداخلة. تفضل. طيب أعطونا الشيخ يبدو أنه من خلفاء الإمام. أنت عمة سودة. يعني غير مفهوم الكلام. شكرا خالد. اتصال آخر أعطوني. هناك اتصال أم نستمع إلى إجابة سماحة السيد؟ يظهر أن دقيقتان يعني على نهاية البرنامج سماحة السيد. في العام الأغلب كانت مداخلات من مداخلات. لكن يعني سأل الأخ مسعود من الجزائر يعني ما سبب هذا الحقد الدفين على في يعني الحقبة التي جاء الأمويون فيها إلى الأندلس. أنا لا أتوقع أنه من حكام الأمويين عندما يأتون إلى الأندلس ليحكموا فيها ينشروا معارف من؟ معارف أهل البيت أو يعطوا مجالا لأحد أن يرتبط ولو ارتباطا عاطفيا لا دينيا ولو ارتباطا عاطفيا محبة أهل البيت مع نص القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أعلم بأنه هؤلاء. ولذا أعزائي هذه القضية وعموما الناس على دين ملوكهم بطبيعة الحال أنه الأجواء الثقافية الأجواء الفكرية أجواء السلطة الأمور السياسية هذه كلها تكون داعمة لهذا الاتجاه. ولذا أنا أنصح الأعزة أن يراجعوا هذا الكتاب ليعرفوا بأنه عمق الفكر الأموي في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس وغير ذلك من المواقع. يعني هنا يوجد عنده بحث مفصل هذا الأخ العزيز الأخ الكاتب في كتابه النصب يعني كتاب النصب والنواصب. هناك يوجد عنده بحث تفصيلي في هذا المجال اللي احنا وقت ما عدنا انه انا يعني لو نتركه الى حلقة اخرى. لكن انا أؤكد لمشاهدين الكرام انه رغم هذه الدعاية الأموية إلا أن حب أهل البيت حتى في ذلك الوقت لذلك كثيرون حتى يرون في موسى بن النصير الذي قاد الفتح إلى الأندلس كان علوي الهوى كان شيعي الهوى كان محبا لأهل البيت. وهناك قامت دول لأهل البيت في شمال أفريقيا وفي المغرب بالتحديد بعد ذلك. وهذا يدل على أن رغم ذلك التضليل الأموي لم يكن المسلمون يتعاطون مع مثل هذا التضليل. على أي حال شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ملتقانا إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.